السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في صحة وسعادة، وكل سنة وانتم وحضراتكم طيبين. النهاردة يا جماعة ان شاء الله نتكلم في قواعد نطق مهمة جدا، طبعا اللي هي السايلنت ليترز، وده الجزء الثاني من السايلنت ليترز اللي هي الحروف الغير منطوقة. ركز معايا كده ودقق في الحاجات دي، ويا ريت تدون الحاجات دي، تجيب ورقه كده وتكتب كل حاجه احنا كاتبينها. في اول حاجه عندي الايه، لو جه وراها ال يا جماعه، الايه دي هنطقها او، والال مش هنطقها. زي كلمه ايه؟ برافو، توك، ما نطقتش ال. always، دائما. كلمه يمشي، برضو الايه جاي وراها ايه؟ ال اهو، اللي انا عامل عليه علامه اكس، يعني معناها مش هينطق. زي كلمة walk، برافو. كلمة جاهز، already، برضو ادي بادئة بالايه وبعد كده ال، تمام، وبقية الكلمة. ده بالنسبة للايه، لو جه وراها حرف الايه هتنطق او، والال مش هتنطق. تعالوا برضو الجي، حرف الجي لو جه وراه الان، الجي هنا مش هتنطق، هتبقى سايلنت. الجي هنا ايه؟ هتبقى سايلنت زي ما انتم شايفين كده. زي كلمة ساين، يعني علامة او اشارة. ساين، ما نطقتش، ما قلتش سايجن، ساين، لان الجي جاي وراه حرف الايه؟ الان. زي كلمة ديزاين، تصميم، تمام، برضو الجي جه وراه حرف الان، فما نطقناش الايه؟ الجي. بعد كده حرف ال مش هينطق لو جه قبليه او او يو. زي كلمة كود، كلمة وود، تمام. حرف الاي طبعا كلكم عارفين في اي كلمة تنتهي بحرف الاي، الاي هنا لا تنطق. ده طبعا في معظم الكلمات اللي موجودة في اللغة الانجليزية، باستثناء بعض الكلمات كده هنقولها مع بعض. طبعا في كلمات تانية بس انا بقول حاجات استثنائية. طبعا هنا زي ما انتم شايفين كلمة لايف، الاي هنا في اخر الكلمة ما انطقهاش، ما اقولش لايفي، تمام. كلمة نيم برضو ما نطقناش الايه؟ الاي. في بقى بعض ال الكلمات يا جماعة اللي هي القصيرة، زي مثلا هي، هو، الضمير هي، هو، ما ينفعش اقول ما ينفعش، كلمة قصيرة، فهضطر ان انا ايه؟ اقرأ الاي، يبقى ايه؟ هي. وبرضو هي، الضمير هي، شي، الاس اتش طبعا انتوا خدناه في الحروف المركبة بينطق شين، تمام. يبقى هنا شي، مش هينفع اقول واسكت. برضو هنا سي، عشان جاي كلمة قصيرة واخرها دبل اي فبنطق الاي. ده بالنسبة للحالات الايه؟ الاستثنائية لحرف الاي. نيجي بعد كده يا جماعة نستكمل مع بعض كده قواعد النطق اللي هي السايلنت ليترز. عندي الاس لو جه وراه حرف التي، التي مش هتنطق نهائي. يبقى ركزوا معايا، الاس لو جه وراه حرف التي ما تنطقش الايه؟ التي. يعني هنا في الكلمة دي لو واحد مش عارف القاعدة هيقول ايه؟ هيقول كاستل، تمام. طب اللي فاهم بقى وعارف ان في قاعدة بتقول ان الاس لو جه وراه حرف التي يبقى التي مش هينطق، هيبقى سايلنت ليتر. زي كلمة كاسل، تمام، معناها قلعة. يسمع او يستمع، ادي الاس وراها التي. طبعا انا معلش عامل علامة اكس على ال، يعني هنا وهنا هتلاقيني عامل علامة اكس، يبقى دي listen، دي ايه؟ listen يعني يستمع. نيجي بعد كده حرف السي، حرف السي لو جه ورا حرف الاس مش هنطق السي، مش هنطق الايه؟ السي. زي كلمة سين يعني مشهد، سنت يعني رائحة. برضو لا ينطق حرف الان اذا جاء قبله حرف الام. يعني هنا مش هنطق الان، مش هقول دمن، لا، هقول ايه؟ دام، معناها اللعنة. برضو لا ينطق حرف البي اللي هو التقيلة اذا اتى بعده حرف التي. يعني هنا هقول ايه؟ برومبت ولا برومت؟ برومت على طول، معناها عاجل او سريع.
طبعا هنا خلصت حلقتنا بالنسبة لباقي السايلنت ليترز. طبعا اللي ما تابعش الحلقة اللي فاتت يا ريت يتابعها عشان يعرف بقية السايلنت ليترز او الحروف اللي هي غير منطوقة في اللغة الانجليزية. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.